وزير ايه ولا؟ انا وزير الداخليه يا فندم. داخليه الانتخابات على الابواب، عامل حسابك ولا لا؟ كله تمام سعادتك يا فندم. السديد متشمعه والنتائج جواها من المره اللي فاتت وكله تأييد سعادتك. احنا المره اللي فاتت عملنا نتيجه كام؟ 99 و999 من 1000% يا فندم. الواحد من 1000% راح فين يا رستم؟ المخابرات بتدور عليه وهتجيبه ان شاء الله يا فندم. انا السنه دي عايز ارفع المعاناه عن الشعب، انا مش عايز حد يروح ينتخب خالص، انا عايز الناس تبقى قاعده في بيوتها مستريحه واحنا متطوعين نحط لهم اصواتهم جوه السنه دي. النتيجه 100% السنه دي. حاضر. بس المره دي يا فندم عايزين نبقى حريصين شويه منعا لوجود اي اعتراضات من جانب المعارضه. واحنا مش قدامنا المعارضه، ما هو طلع غيرهم يا فندم. اللي يطلع قدامه مش عايز قلب الدماغ. هو بس يا فندم مساله اصوات المتوفيين اللي احنا بنحطها في السنه دي ضمن الاصوات المؤيده لفخامتك عليها بعض الاعتراضات، اسف بعض المحاذير. يا رستم يا غبي، اصوات المتوفين دي قمه نظريه الوفاء الجماهيري. نظريه ايه يا فندم؟ الوفاء الجماهيري، لاننا مش شده وفائنا لامواتنا بنعتبرهم عايشين معانا. بدون شعورهم واحساسهم واصواتهم، حتى هم بعاد عننا في العالم الاخر. امواتنا هذا تفكير عظيم. ده اللي انتوا بنعيد فيه. تفكير رائع، تفكير عظيم. فكروا زي ليه؟ لازم انا اللي افكر في العصايه. لا والله لا في المره. في العصايه. نوعدك بعد كده لان لازم نفكر. قال ايه؟ عايز يفكر. انت جننت يا واد ولا ايه؟ انتوا هنا عشان تنفذوا فكر انا وبس، فاهمين؟ ده شيء طبيعي يا فندم، فخامتك الزعيم الملهم وكلنا بنتعلم من افكارك. دي مش ديكتاتوريه مني، لا سمح الله يرصوا، بس دول افكارهم هتبقى نايله ابني لو